يا مساء الهنا ويا مساء الرضا ويا مساء الجمال عليكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. عملت ايه النهارده يا ناهد؟ عملت احلى حاجه ممكن تشوفوها في الدنيا. عملت البقاقين، يا رب اكون بعرف انطقها صح، بس او الكماج الفلاحي، حاجه كده ما بين القرص وما بين العيش اللي بلبن او العيش اللي بالزبادي، حاجه كده خفيفه لسحور رمضان. ممكن تاكليها حاف اصلا للناس اللي ما بتحبش تتقل في السحور، ممكن تاكلها لوحدها لان العيش ده فيه زبادي، فيه لبن رايب حلو جدا، فيه سمنه بلدي، ممكن يتاكل لوحده من غير تغميس ولا اي حاجه. انما بقى لو اتاكل بتغميس، شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بصوا، بسم الله ما شاء الله، كانه قرص فلاحي وفي نفس الوقت هو عيش باللبن الرايب. شايفين الجمال؟ شايفين؟ ممكن بس يتاكل كده لوحده. بصوا اصلا عامل ازاي، حلو جدا جدا جدا. ممكن تغمسيه او تاكلوه باي حاجه كده. تعالوا نشوف عمل ازاي. هنا بقى انا قلت طريقه العجن بتاعته سهله وبسيطه جدا جدا. عندي كيلو الا ربع من الدقيق، وانت على حسب. حطيت عليه باكت كامل من من الخميره الفوريه اللي هي تقريبا معلقه، وحطيت نص معلقه من البيكنج باودر، وهحط معلقه صغيره كده من السكر ورشه من الملح. هنا بقى عندي اللبن الرايب، عندي كان لبن رايب بس، وهعجن طبعا بكوبايه سمنه. هنا الاضاءه ما كانتش طبعا حلوه خالص، فانا هنقل بعد شويه عشان الاضاءه كانت ضاربه هنا في الطبق، فمش هكمل عجن في نفس المكان ده. خلاص حطيت كده كله على بعضه، وبقى ابتدي افرك كده العجين في بعضه. قبل ما احط السمنه بتاعتي او الماده الدهنيه بتاعتك، حطي اي ماده دهنيه عندك، سمنه، زبده، بس يفضل سمنه بلدي على زبده يفضل يعني. هنا عندي كوبايه من السمنه البلدي، حطيت سمنه بلدي على زبده، يعني نص زبده ونص سمنه بلدي. وقعدت كده اعجن. من نجاح العجينه انك ما تزهقيش خالص عليها ولا تستعجلي عشان تطلع معاكي نتيجه كويسه. افضلي اعجني كده لحد ما تحسي ان العجينه نعمت معاكي خالص وبقت حلوه جدا وبقت طريه في ايدك. هنا خلاص تبتدي تسكتي، ما تعجنيش تاني. انما انا فضلت تقريبا اعجن فيها 10 دقايق 12 دقيقه لحد ما نعمت خالص معايا. هنا بقى ما عجنتش على الترابيزه، نزلت تحت قعدت اعجن. بصوا مش عايزه اقول لكم، شايفين اصلا جمال العجينه؟ بقت طريه وناعمه جدا. انا قعدت يا جماعه تقريبا ربع ساعه اعجن فيها، يعني الوقت ده كله طبعا يعني اتصور او معمول بسرعه. بس عايزه اقول لكم انك هتفضلي تعجني فيها ربع ساعه او 12 دقيقه كده، تفضلي تعجني فيها لحد ما تنعم خالص معاكي وتلاقيها طريه جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده. خلاص انا حاسه بالعجينه، شايفين ناعمه جدا وطريه قوي. هنا خلاص هبتدي احطها في الطبق اللي معايا واغطيها واحطها في مكان دافي لمده تقريبا ساعه او ساعه وربع، على حسب الجو. طبعا تلج دلوقتي، فعلى حسب المكان وعلى حسب ما تقعد معاكي قد ايه. رشيت الطاوله كده او الترابيزه اللي قدامي اللي هعجن عليها او اللي هقطع عليها العجين عشان ما يلزقش بس عليها. رشيت رشه بسيطه خالص خالص كده من الزيت عشان الوش بتاعها ما ينشفش وهي معايا كده، لان انا هطلعها بره، وعشان هي صغيره مش هتاخد معايا كتير يعني مش هتلحق تنشف. واحاول اقطعها كور قد بعضها. العجينه طريه جدا يا جماعه وما شاء الله حلوه جدا. حاولي بقى انتي على الحجم اللي انتي تقدري عليه، او الحجم اللي انتي بتحبيه تعمليه. هنا بحاول يعني ان انا اعمل تعمل لهم ايه يا كلهم ياسمين؟ كور قد بعض، تعمل بس ايه؟ بعد كده هقطع بايدي وبالويم كده. انا عملتهم تقريبا قد بعض بالويم يعني، بس من الاحسن طبعا انك تقيسيها وتشكليهم قد بعض، بس عادي كله بيتاكل يعني. هنا بتدوريها على الترابيزه بتطلع معاكي متدوره جدا، تقفليها من تحت تقعدي كده تمشيها في بطن ايدك، في بطن ايدك. بصوا انا يعني المقطع ده مش مسرعاه قوي. ايوه تفضلي عشان العجينه تقفل معاكي، تفضلي تضغطي فيها في بطن ايدك كده وصوابعك براها، وتضمي من تحت هتطلع معاكي مقفوله ومدوره ومتساويه خالص. ايوه تحطي العجينه في بطن ايدك كده وتفضلي تدوري تدوري لحد ما العجينه هتلاقيها نعمت معاكي. شايفين هي شكلها كده مفعكش خالص، تقعدي تعملي فيها كده بايدك وتضغطي على العجينه ولا يهمك، وفي الاخر هتلاقيها متساويه ومتدوره ومقفوله من تحت وزي الفل. شايفين انا بعمل ازاي؟ الطريقه دي حلوه جدا جدا في القرص والكحك واي حاجه بتحبي تكوريها وتقفليها من تحت. خلاص انا خلصت العجين معايا اهوت
تقريبا طلعوا 15 واحده، اللهم بارك، حلوين جدا. من كيلو الا ربع دقيق، حجمهم كويس. مش هتبطلوا تعملوه يا جماعه، هو ولا قرص فلاحي ولا عيش ابيض، يعني هو حاجه انا بصراحه اول مره اعملها، اول مره اعمله ومش اخر مره. هي حاجه كده ما بين القرص الفلاحي وحاجه ما بين العيش الابيض الشامي، ولا هو قرص ولا هو عيش ابيض شامي. وانتي بتفرديها كده بالنشابه اللي عندك، حاولي ترفعي خالص. دي حاجه بقى فاتتني، او انا لاني اول مره اعمل الكماج او البكاكين ده. يعني ضغطتها كويس ورفعتها، بس كانت عايزه ترفع تاني اكتر من كده عشان الوش يقب معاكي كله. فانتي من الاحسن انك تفردي خالص، تفردي خالص بالنشابه عادي، ولا يهمك ترققيها، مفيش مشكله. على فكره يا جماعه انا حطيت دقيق تحت وانا بفرد، لما شلت الدقيق بقى يفرد اكتر يعني عادي، ممكن وما لزقتش معايا ولا حاجه. يعني انا بعد شويه في حبه تانيين شلت الدقيق من تحت كده وبقيت افرد على الترابيزه منها لنفسها، اتفرد معايا بسرعه واسهل من كده بكتير، وما لزقش معايا على الترابيزه ولا اي حاجه. انا اللي بخلصه بعينه في جنب وبغطيه باي فوطه عندك تغطيه عشان ما ينشفش. بحطه كده في جنب الترابيزه التاني وبغطيه، برضو بسيبه كده تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه يرتاح تاني. وسبت العجينه الاولانيه كمان ترتاح هنا في الفرن على اعلى درجه حراره عندك بقى، تكوني مولعه الفرن من قبلها ومشغلاه على اعلى درجه حراره. شايفين قابب ازاي؟ شكله حلو جدا يا جماعه، وطعمه بصوا خرافه فوق الروعه. طعمه حلو جدا في سمنه بلدي ولبن رايب، جربوه مش هتبطلوا تعملوه، حلو جدا جدا. انا اول مره اعمله ومش اخر مره اعمله. تغمسوه بقى بجبنه بلانشون بتونه باي نوع عندكم، اي حاجه تغمسوها هيطلع حلو معاكم جدا، ولا هو قرص ولا هو عيش. بصوا حلو جدا جدا. على السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.